السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم مزيانين. في 2007 وقعت كارثه في مدينه الدار البيضاء اللي استنكر ليها المغاربه كاملين اللي سمعوا الخبر لا من الميديا او اللي قراوها في الجرائد. واقعه المراه اللي تعرضت للترين رمات راسها تحت منه هي وبنياتها، وكانت حامله في الشهور ديالها الاخرين، ومن طبيعه الحال الترين غادي يدوز عليها وغادي يخليهم اشلاء مشتته الله يرحمهم. شنو قصة هاد المرأة وشنو اللي خلاها دير مصيبة بحال هادي؟ هاد المرأة سميتها فاطمة، من أصول أمازيغية، مرات واحد السيد محامي في الدار البيضاء، حتى هو من أصول أمازيغية، ولد بلادها. من بعد ما كمل قرايته في أكادير جا للدار البيضاء، التحق بهيئة المحامين في الدار البيضاء، خدم على راسو، قدر يدير بلاصتو، حتى هو ولا معروف في المحكمة. ملي بغى يتزوج مشى للبلاد واختار بنت بلادو اللي هي فاطمه، تزوج بها تما وجابها معاه للدار البيضاء. كانوا عايشين ترونكيل بخير، ما خاصهم حتى شي خير. ولدت لي في الاول البنيه الاولى سماوها فاطمه الزهراء، من بعد البنيه الثانيه، ومشات الايام وجات الايام حتى 2007، عام اللي وقعت فيه الواقعه. وكان ديك الساعه فاطمه حامله بالثالث. واحد النهار هو خدام حتى كيتصلوا بيه البوليس كيقولوا لي عظم الله اجرك، جي عندنا لهاد البلاصه الفلانيه، راه مرتك داز عليها التران هي وبنياتها. وفعلا غادي يجي وغادي يكونوا تما الصحافه والناس، وغادي يلقى واحد المنظر اللي تاثر فيه لا هو لا الناس اللي شافوا، وبقى تيبكي ويدعي على السيده ويقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيها. المغاربه كلهم تعاطفوا معاه، وكان فعلا واحد المنظر اللي كيضر في الخاطر. ملي الصحافه كيسولوه واش كان بيناتكم شي مشاكل، واش كانت كتعاني من شي حاله نفسيه ماشي طبيعيه، كيحاولوا يعرفوا شنو هي الاسباب اللي تخليها دير مصيبه بحال هادي. كيقول لهم انا ما عارف والو وما فراسي والو، ولكن ربي ملي كيبغي يبين الحقيقه كيجعل ليها السبب. قبل ما الواقعه بواحد المده بسيطه، المعلمه ديال فاطمه الزهراء كانت عزيزه عليها، ومؤخرا لاحظت واحد التغيير في تصرفات فاطمه الزهراء. كانت واحد البنت ذكيه وكانت كدير التمارين ديالها وكانت مجتهده، كتشارك في القسم، كتضحك، حتى ولات غير ساكته ومستوها وما كديرش التمارين ديالها وضعافت، ونفسيتها كتبان باللي ماشي مرتاحه. قربت منها، بقات كدي وتجيب معاها في الهضره، سولاتها بعض الاسئله وكانت الشكوك ديالها في محلها، حيت الحوار كامل اللي دار ما بيناتهم والبنت اغلبيه الوقت غير كتبكي. حتى انه في واحد اللحظه قالت لها عافاك جي لعندنا، وعطاتها العنوان ديالهم. المعلمه هداتها وقالت لها واخا بنتي دابا نجي لعندكم، ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى وقعات الفاجعه. وتصدمات المعلمه ملي عرفت الخبر، وبداو كيبانوا ليها بزاف ديال علامات الاستفهام في راسها. مشات ايام وجات ايام، الصوره ديال فاطمه الزهراء ما حيداتش المعلمه من بين عينيها، حتى لواحد النهار هزت التليفون واتصلت بالمحامي اللي هو الاب ديال فاطمه الزهراء. قالت لي انا المعلمه ديال فاطمه الزهراء وكانت عزيزه عندي، واش ممكن نجي نعزيك في الدار ديالك؟ قال لها اييه مرحبا. عطاها العنوان، مشات لعنده فعلا، دخلها للدار، استقبلها وبقى كيوريها البيت ديال فاطمه الزهراء، كيقول لها هنا فين كتجلس فاطمه الزهراء، هنا فين كتفرج، هنا فين كتحفظ، وهو مأثر. ولكن المعلمه استغربت اكثر. علاش؟ حيت داكشي اللي كانت عاودت ليها فاطمه الزهراء قبل ما توقع الفاجعه ماشي هو اللي كتشوف فيه دابا في الدار. داكشي اللي كتشوف فيه كيبان باللي فاطمه الزهراء كانت عايشه الحياه السعيده، لا علاقه بداكشي او الحياه اللي عاودت ليها فاطمه الزهراء. هنا حست بشي حاجه ماشي هي هذيك، خرجت من عنده ديك الساعه، جبدات العنوان اللي عطاتها فاطمه الزهراء وطير تمشي ليه. وفعلا غادا تدخل داك الحي كيف ما وصفات ليها فاطمه الزهراء، وغتلقى الدار اللي حتى هي كيف ما وصفاتها ليها، كتلقاها كل بيوتها مكريه. سولت الجيران قالت لهم واش ساكنه هنايا واحد المراه سميتها فاطمه؟ قالوا ليها ايه فاطمه الشلحه اللي انتحرت هي وبنياتها. قال لها ايه كنعرفوها، راه هي ساكنه الفوق في البيت في السطح.
وتصدمات المعلمة وحلفت حتى تبقى من مورا هذا الموضوع حتى تعرف الحقيقة كاملة. وفعلا غادا ترجع لديك الإقامة اللي ساكن فيها المحامي، وغتبقى تبحث في الدرب في الجيران اللي قراب ليهم حتى غتعرف الحقيقة كاملة، وفعلا غتعرف السيناريو الحقيقي ديال القصة. فاطمة كانت شلحة كدوي غير الشلحة، ما كتعرفش نهائيا العربية، وما حاولتش تخلط مع الناس او دير علاقات اجتماعية. كانت مكتفية بحياتها، دارها، وليداتها، راجلها، وداخله سوق راسها. كانت ساكنه معاهم واحد الجاره اللي هي حتى هي كانت معلمه، وكتراجع مع فاطمه الزهراء مره. بشويه بشويه هاد الجاره ولات عندها علاقه بينه وبين المحامي، والموضوع تطور حتى طلب منا الزواج. هاد الجاره طلبت من المحامي، قالت ليه الا بغيتي نتزوج بك فاطمه وبنياتها خرجهم ديهم كري ليهم في دار اخرى، انا غنطلق هاد الدار اللي انا ساكنه فيها حيت ماشي ديالي ونسكن في الدار ديالك. قالت لي مادام نتايا غادا تطلقها كيف ما وعدتيني، اذا انا اللي غادا نسكن في هاد الدار. وفعلا غادي يشد فاطمه وبنياتها غادي يكري ليهم في ديك الدار، وبقى كيمشي عندهم مره في السيمانه، شويه مره في جوج سيمانات، كيبدي لهم التقديه وداكشي اللي خاصهم. فاطمه كانت ما عجباش الحال، وكانت حاسه باللي راجلها يعني نفر منها وما بقاش باغيها، وهي كانت حامله. جاها واحد الحاله ديال الاكتئاب حاده، ولكن ما كانتش عندها على من غتعاود او لا على من تشكي. كان داكشي كتخليه فيها، داكشي بقى كيتطور بشويه بشويه، ولكن كانت صابره وكتقول دابا ربي يهديه. حتى لواحد النهار المحامي مده ما بقاش مشى لعندهم، شدات بنياتها ومشات لعندهم لديك الدار اللي كان ساكنين فيها في الاول. كتفاجئ باللي خرجت ليها هاد الجاره او هاد المعلمه. هنا تخلطوا عليها الوراق، دارت بها الدنيا وما عرفت راسها فين تصد. بانت ليها غير السكه ديال التران، مشات ليها هي وبنياتها وبقات جالسه تما وكتبكي حتى بان ليها التران جاي، عنقات بنياتها وترمات تحت منه. المعلمه ملي عرفت هاد الحقيقه تاثرت بزاف وجمعت عليه الناس وعيطت للصحافه، دارت ليه شوهه عالميه قدام دارو، حتى انه خرج بدا كيدور فيهم. تجمعوا عليه الجيران وعطاوه قتله ديال العصا. ومن ديك الساعه المحامي بات مصبح وتا واحد ما بقى عرف عليه شي حاجه. المحامي ما خدا حتى شي عقوبه، حيت ماشي هو اللي قال لها سيري انتحري او لا هو اللي قتلها، ولكن كان هو سبب غير مباشر في الحاله ديال الاكتئاب الحاده اللي كانت جاتها. الاكتئاب راه قادر باش يدير مشاكل كبيره اللي لا تعد ولا تحصى، واغلب الانتحارات اللي كاينه في العالم كامل من بعد ما كيبحثوا كيلقاو من موراها اكتئاب. وهكا ماتت فاطمه الله يرحمها هي وبنياتها. هذه القصه ديال اليوم، نتمنى يكون فيها عبره وافاده. خليتكم على خير والسلام عليكم.